السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة شوربة عدس أو دقية عدس. طبعا أحلى تكة، بتدي ريحة كده وطعم ونكهة للعدس. إن احنا نعمله كده، نحمره كده بعد ما نخلصه خالص نقوم كده تومية كده وشوية توم كده محمرين، ومعاهم بقى ايه الكزبرة الناشفة وشوية البهارات بتاعتنا. يا سلام على العدس والشتاء والدفا. شايفين بقى المنظر؟ احلى شوربة عدس ممكن، احلى شوربة ممكن تتاكل ايام الشتاء دي هي شوربة العدس. احنا النهاردة هنعمله كده بتكات. هنشوح كده كل المكونات والمقادير بتاعتنا في شوية زيت الاول. معانا جزراية كبيرة وبصلاية كبيرة وبصلاية وجزراية وبطاطساية. هنشوحهم كده تشويحة نص سوا في الزيت او في السمنة او في الزبدة. شوف احنا بنحب نطبخ في ايه. التكة دي بتدي طعم للعدس كده مختلف. النهاردة هنعمله كده، هنعمل حركة كده في سوى العدس هتخليه يتعمل معانا سريع. بعد ما شوحنا الخضار كده بالشكل دوت، طبعا احنا غاسلين العدس ومجهزينه. لما الحاجة تتشوح نحط العدس على طول، وما حطيناش الطماطم ممكن نحطها مع العدس، او ممكن نحطها في الاخر واحنا بنضرب المكونات. بعد ما تستوي هنضربها، نحط معاها طماطمايه تتضرب في الخلاط، تتعمل عصير يعني مع الشوربه. هنحط بقى ايه الميه، مش هنحط ميه او شوربه، هنحط ميه او شوربه مثلا. هنحط قليل جدا، يعني مثلا المقادير دي بتاخد 2 لتر او 2 وشوية. هنحط لتر مية بس، ونسوي الحاجات. لما تستوي بقى نحط مية ساقعة تاني علشان خاطر نضربه في الخلاط بسرعة كده. شكله بعد ما استوى معانا هنحط بقى المية، مية ساقعة، ونضربه في الخلاط كده سريعا. مش هياخد معانا وقت، مش هنستنى مثلا لما المكونات تبرد ولا حاجة كده. المكونات بردت معانا لما بردناها من الاول خالص. شايفين بقى بعد ما ضربناها في الخلاط منظره ازاي؟ بعد ما حطينا الطماطم اخر تكة اديتنا كده لون للعدس، لون وردي. شايفين بقى القوام بتاع العدس مظبوط. وهنبدأ بقى التكة المهمة جدا في دقيقة العدس النهاردة، اللي احنا هنحط التوم مع الكزبرة مع البهارات. البهارات بقى هنشوحها كده في الاخر بعد ما التومة تصفر معانا. هنشوح البهارات اللي احنا هنحطها على العدس: البابريكا والفلفل الاسمر وكمون وكزبرة ناشفة وملح. هنشوحهم كده. التكة دي بتخلي لو حطينا البهارات اوقات بتكلكع مننا، لما نديها تشويحة كده مع التوم. اولا ما بتكلكعش مننا ما بنحطها في شوربة العدس، وبتدي لون كده ونكهة جميلة للعدس. ما ننساش بقى نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس لايك حتى يصلكم كل جديد. والتكة بقى اللي احنا مستنيينها من اول الفيديو هي ديت. يا سلام على الريحة، ريحة تجنن، قلبت البيت كله. 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير بيبقى جاهز معانا احلى طبق شوربة عدس شتوي بيدفي ولذيذ وكله فيتامينات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.